فجأة بدل ما كنت انت قاعد شغال شغلين والدنيا كانت جميلة وكويسة الحمد لله، فجأة بقت من غير أي حاجة خالص، الدنيا بقت بلح يعني. لما أنا كنت شغال شغلانتين، كنت بشتغل من 8 ل 5 في الشغل بتاع الكورس دوت أصلا اللي هو ريموت، وكنت بشتغل بعد كده من 5 لواحدة شغل الكول سنتر. حد قال لي طب ليه يا منعم مثلا ما سبتش واحده؟ هقول لكم ما دي الستيب اللي جايه اللي انا عملتها وبعد كده بقلشت يعني. يعني الحمد لله. خلصت قلت خلاص انا لقيت في استقراريه في الشركه التانيه، وكنت توب برفورمر الحمد لله، والدنيا كويسه والطلبه مبسوطين والراجل ده كويس والشركه جميله وكل حاجه تمام. خلاص بقى جه الوقت ان انا اسيب الكول سنتر واركز في الكارير باث بتاعي اللي انا عايزه، ونبدا نتوكل على الله. مجرد انا فاكر الموضوع ده كويس جدا، انا كنت قدمت الريزاين من طلبات وكنت مشيت من عندهم يوم 3/3. كان الكلام ده قبل رمضان تقريبا يعني. جيت بالظبط يوم 12/3 13/3 حاجه زي كده، لقيت شركه تانية بتكلمني بتقول لي انت راجل كويس والله وزي الفل، بس معلش انت هتمشي. ليه يا جماعه؟ معلش احنا الشركه اللي احنا شغالين معاها احنا كنا شغالين مع شركه سعوديه، يعني برضه يعتبروا كان اوت سورس لشركه سعوديه. هتخلي الشركه السعوديه جايبه شركه امريكيه، فالشركه الامريكيه راح تهاير ناس مصريين عشان يدوا كورسز للناس بتوع السعوديه. فالحمد لله طب يعني. كانوا ياخدوك معاه؟ انت ايه؟ مصري ما لا ما احنا ده اللي كان بيحصل. اه. بس بعد كده الشركه السعوديه قالت لا احنا هنوقف البروجكت اصلا، فمش مم. عايزين البروجكت ده دلوقتي. اوكي. ايوه. فجت الشركه بتاعت امريكا دي قالت لي اتكل على الله خلاص كده، خد الصابونه واجري. ففجاه بدل ما كنت انت قاعد شغال شغلين والدنيا كانت جميله وكويسه الحمد لله، فجاه بقت من غير اي حاجه خالص، الدنيا بقت بلح يعني. فهو الموضوع طبعا المجال بتاعنا او اي مجال حاليا بالمنظر ده، حتى بقى اللي كان يقول لك بنوك ومش بنوك زمان، والحاجه عندي كانت تقول لي ده البنك يا ابني شغل ثابت ومش شغل ثابت ومش عارف ايه. بغض النظر ليا وجهه نظر مختلفه في موضوع البنوك ده، بس يعني انا قلت لها لا انا يعني خلاص يعني ما فيش حاجه دلوقتي ثابته. انت كله انت معرض ان انت في اي وقت تيجي يقول لك السلام عليكم، ممكن البنك اصلا شركه بقى من بره تشتريه وتقول لك اتكل على الله انت مالكش مكان عندنا. فهو الموضوع ما بقاش فيه امان للاسف. وبرضه حته انت تشتغل شغلانتين مع بعض الموضوع حاصل كبير جدا جدا جدا. انا كنت بشتغل 16 ساعه، يعني يا دوبك كنت بخلص الساعه 1 دي اقوم انام عشان اصحى تاني يوم الساعه 8 ابدا اشتغل 16 ساعه تاني. فالموضوع حاصل. يعني انا مش هريكومنده على حد. لو حد عنده المقدره وحابب يعمله توكل على الله. مش قادر لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لان الموضوع فعلا مش سهل خالص انه يحصل. وهاسل وتعب كتير جدا على الدماغ. كل حاجه ليها ميزه وعيب، فانت بقى هتعرف تاخد ميزه ده وعيب ده وتشيل العيب دوت او تستحمل العيب دوت ولا لا. ده محتاج منك تفكير عميق جدا 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 لحد ما تعرف توصل للستيب اصلا انت تشوف انت هتعمل ايه او هتقرر تعمل ايه. فبس الموضوع زي ما هو حلو زي ما هو وحش، فشوف انت عايز تاخده بقى كله على بعضه ولا ايه.